السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان نقول الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم ازل همي وفك كربي وارزقني الصحه والستر وراحه البال. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والاحزان، ومن علينا بالسكينه والستر والامان يا ارحم الراحمين يا الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده وصفه حلوه داخله معانا في معظم الاكلات، خصوصا في جميع انواع تتبيلات المشاوي، في البتنجان، في المكرونات، في المحاشي. داخله معانا في حاجات كتير، وهي هرسه الشطه. انت ممكن تعمليها شطه بس، تمام كده. بس لو عندك اطفال زيي، فانا بحب اعمل ميكس بين الشطه وبين الفلفل الاحمر عشان ما تبقاش حامي قوي. لو انت تمام بتحبي الحاجه حراقه قوي، يبقى هي هرسه شطه بس. كل اللي هعمله ان انا هغسلها كويس جدا وانشفها من الميه، واشيل بس القمع الاخضر بتاعها ده واقطعها. بعد ما تغسليها كويس جدا وتشيل القمع الاخضر بتاعها وتنشفيها من الميه، قطعيها بالبذر بتاعها ما تشيلهوش. ويا ريت في الخطوه دي تلبسي جلافز في ايدك او اي حاجه، لان طبعا الشطه حاميه. ولا قدر الله لو ايدينا جت على وشنا او على عينينا، لا قدر الله يعني تبقى حاجه مش حلوه. تمام كده. حطيها بقى في الكبه بتاعتك وطحنيها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه. تمام كده. وزي ما قلت يا بنات، لازم تلبسوا اي حاجه في ايديكم، لان الشطه مش حلوه، هتبقى حاميه وهتبهدلنا لو ايدينا جت على وشنا بالغلط. تمام كده. طحنها كويس جدا. بعد ما تفرمي الشطه بتاعتك كويس جدا في الكبه، قدامك طريقتين اتنين للتخزين، وان شاء الله الطريقتين الاتنين ناجحين وعن تجربه باذن الله. اول حاجه انك تجيبي البطرون بتاعك اللي انت معقماه كويس جدا، سواء كنت غاسلاه بخل او حطاه في ميه مغليه لمده 5 دقائق. وعبي فيها رز الشطه بتاعتك زي ما هي كده، وما تمليش البرطمان للاخر. وحطي على الوش شويه زيت، وما شاء الله تقعد عندك في الفريزر من السنه للسنه. تمام كده. وفي طريقه كمان جميله قوي برضو لحفظها، تعالي اوريك الطريقه التانيه بنعملها ازاي. الطريقة التانية بقى لحفظ هريسة الشطة: هتجيبي طاسة على البوتاجاز وتنزلي فيها بهريسة الشطة دي، وافضلي قلبي فيها لحد ما كل السوائل اللي في هريسة الشطة دي تنزل وتشربها وتنشف تماما. مجرد ما السوائل اللي فيها كلها تتبخر بالطريقة دي، هتنزلي عليها بربع كوباية خل ونص كوباية زيت زيتون وكمان معلقة ملح. انا حطيت معلقتين بالمعلقة الصغيرة دي. المقادير دي لكيلو من الشطة. تمام كده. تنزلي عليها بمعلقة ملح، ربع كوباية خل، نص كوباية زيت، وقلبوهم فيها كويس جدا. تمام كده. دي مقادير الكيلو الشطة. كل اللي هتعملي بقى بعد ما قلبتي هرسة الشطة حلو في الملح والخل والزيت، هتجيبي البطرمانات بتاعتك المعقمة، سواء كنت حاطاها في ميه مغلية لمدة 5 دقايق أو غسلة البرطمان من قلبه بالخل، وعبي فيها هرسة الشطة دي وهي سخنة. تمام كده. عشان لما تيجي تفتحيه تسمعي التكة اللي بتسمعيها لما بتكوني شارية أي برطمانات فيها حاجات معلبة من بره. تمام كده. دي برضو تأكيد على ذات التعقيم. ويخرجي كل الهواء اللي دخل في البرطمان كويس جدا، حاولي تخرجي كل الهواء اللي فيه. وحط على وشه زيت، وما تمليش البرطمان للاخر لانك هتحطيه في الفريزر فهيزيد. تمام كده. وما تتحطش في الفريزر الا لما تبرد تماما. انا كده عبيت كل هرسة الشطه وهي سخنه في البطرمانات، بس مش هدخلها الفريزر ولا التلاجة الا لما تبرد تماما. والبطرمان اللي هتستخدميه، المعلقه اللي هتاخديها يا ريت تحطي مكانها شويه زيت عشان ما تعملش طبقه عفونه. تمام كده. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه ولايك وشير عشان بناتنا يوصل لهم وصفات كتير. وقبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى اللقاء في وصفه تانية ان شاء الله.